السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم بخير؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا في احسن الاحوال. كنتمنى نكون جيت طليت عليكم شي ساعه د الخير، جمعه مباركه وشهيه طيبه. جيت نشارك معكم الغديوه ديالي. بالنسبه للغديوه على حساب الجمعه كنعملوا السكسو، وكل واحد فوقاش كيعجبو يعمل السكسو. كاين اللي كيعجبو يعملوا الحاد، كاين اللي كيعجبو يعملوا الخميس، على حسب التجمع العائلي اللي كيكون. بالنسبه غادي نشارك معكم، انا قلت لكم السكسو ديالي. انا اليوم غادي نعملو باللحم. بالنسبه عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال اللحم، حيت انا غادي نعمل غير باش ما ناكل. قلت لكم اللحيمه عندي انا صراحه السكسو كيجي مزيون وبنين. بالنسبه للطنجره عملت فيها شويه ديال الزيت البلديه. انا دائما كنطيب بالزيت البلديه، واللي ما عنده شي حضره ماشي مشكل من الزيت الروميه، كلشي فحال فحال. بالنسبه عندي بصله واحده كنشلضها، كنشلضها غير بالمص ما كنطحناش. كنشلضها مزيان. بالنسبه خوتي السكسو كيبغي الربيع الصراحه يكون طري. انا كما كتعرفوني دائما كيكون عندي الربيع في المجمد، وانما ملي كيكون الربيع الصراحه ملي كيكون السكسو كيعجبني السكسو ولا الحريره، كيعجبني نعمل الربيع الطري. بالنسبه عندك البصله اللي شلطتها نعمل على ديك اللحم تشحر، هي الاولانيه تشحروا مع بعضياتهم. انا كنعمل واحد حبه مطيشه، حبه ديال المطيشه حكوها او طقطقوها بحال اللي كنعملها انا، ماشي مشكل. المهم الدور ديال المطيشه كتخسرنا صراحه المريقات، وكتعطي حتى اللون مزيون. وبالنسبه للبصله والربيع والمطيشه على حسب الكميه اللي عندكم ديال السكسو اللي غادي تعملوا. كاينه اللي كيكونوا عائله كبيره، كاينه اللي صغيره، كاينه اللي متوسطه، كل واحد وكيفاش. كاينه اللي كيعجبو يعمل سكسو يصدق منه، راه هذيك فيها الاجر بزاف الصراحه. اللي كيعرف شي واحد ما انسان يصدق يوم الجمعه، راه الاجر فيها كبير عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للربيع ديالي حتى هو غادي نطقطقو. أما بالنسبة للخضرة، بالنسبة للبصل المطيشة واخا تعملهم زعما يعني كبيبرين شوية، راهم كيدوبو كيجيو مزيونين الصراحة في السكسو، ما كيبانوش مع الخضرة ومع الحمص ومع اللحم كيجيو مزيونين. المهم انا كنطقطق الربع ديالي بهاد الطريقة هادية. الصراحة موس ديال السنان كيعجبني نطقطق به الربيع بصل، لان كيقطع مزيان احسن من الموس اللي هو عنده ديك السكه ديالو حاده عاديه. هذا الموس هذا صراحه قديم وعندي والله الا قديم بزاف، واحد المده ديال كثار من كثر من 10 سنين وعندي صراحه. المهم هي هذه الطنجره ديالنا خوتي، من بعد ما عملت كل شيء فيها انا الزيت اللحم البصله المطيشه الربع، نخليوهم يتشحروا مع بعضياتهم. وغادي نوريكم الطريقه ديال السكسو ديالي. بالنسبه للسكسو انا كنكب عليه الماء كامل بحال اللي كتغسلو، كنقولوا مثلا. ايوا كنستقطر منه ديك الماء، كنكب عليه وكنخليه ينشف. المهم بالنسبه من بعد ما تشحرت اللحم ديالي وبصله ولا ديك، انا زدت الحمص، وهنا عندي العطريه، زريعه القزبر، العطريه ديال اللحم، الخرقوم، السكنجبر، اليبزر، شويه ديال القرفه. هذه العطريه اللي عندي. وبالنسبه نتوما عملوا العطريه اللي متوفره عندكم عملوها. المهم الاساس هو تكون عندكم اليبزر، السكنجبر، الخرقوم، القرفه، زريعه القزبر، العطريه ديال اللحم. الا كانوا ما كاينش ماشي مشكل، ماشي ضروريين، وانما انا بحكم عندي متوفرين غادي نعملهم كاملين بيهم، لان العطريه ديال اللحم صراحه كتبنن اللحم. وزريعه القزبر حتى هي مزيانه للطياب، الانسان يطيب بها اول حاجه صحيه، وثاني حاجه حتى هي صراحه كتبنن اللحم، تبنن الطياب. انا كنطيب بها اي حاجه، سواء كان الدجاج، سواء كان الحوت، سواء كان اللحم، سواء كان العدس، اللوبيه. المهم اي حاجه اخترتكم اخترتكم على بالكم كنعملها الصراحه فيها. بخصوص هي كتوات مع الفلفل الحمراء ومع الكمون، وانما انا كنعملها مع الماكل يعني الطياب كامل وكتجي مزيانه. المهم بالنسبه من نعمل ديك العطريه خوتي، دابا نعمل شويه ديال الملحه. بالنسبه ملي تعملوا العطريه خصكم ضروري ما تبقاو تحركوا، ولا تعملوا شويه الميمات باش ما تلصقكمش في الطنجره ديك العطريه وتعطي الطيبه خايبه. المهم بالنسبه انا كما شفتوني انا مرقت بالماء طايب باش داك الحمص ما كيتزكرزش وما عرفتش كيخونوا كتبغيش تخرج لي هذه الكلمه. المهم باش ما كيجيش قاصح، كيجي رطب. وفتي الحمص ملي كتمرق بالماء طايب وشديت عليها وخليتها طيب على خطره. وبالنسبه هذا السكسو من بعد ما نشف من داك الماء اللي استقطرت منه، كندهنو بشويه ديال الزيت. شوفوا كيرجع السكسو تقول ما كانش فيه هذيك الماء نهائيا صراحه اللي عملنا له.
المهم هو التبخيره اللي تبخر الاولى، دابا عاود كبيتو في هاد الطويجن وكنعملو شويه د الملحه وعاود كنكب عليه شويه د الماء. دابا ما كنعملولوش الماء بزاف لان في الاول عملنا له الماء بزاف. وكنحاولوا ندخلوا فيها ديك الملحه وديك الميمات ونخليوها عاوتاني ينشف حتى المره الثانيه. دابا عندنا باقي خليته الصراحه لان باقي بكري كان. المهم انا كنعمل واحد المغروفه ديال السمن الاخرانيه، كنعمل مغروفات السمن. ملي كيكون باقي السكسو سخون كتعملوا ديك مغروفات السمن وكتغطيو عليها بسكسو باش كتذوب تمايا. صراحه السمن كيبنن السكسو عاوتاني تك. المهم بالنسبه هي دي خوتي الطنجره ديالنا من بعد ما طابت غادي نعمل الكرومب والخضره اخرى كامله، اللفت القرع خيزو اللي متوفر عندكم غادي نعملها. والقرع حمراء خليها هي الاخرانيه، يعني نتوما كما كتعرفوا بان القرع حمراء صراحه دغيا ما كطيب. انا هذه الطريقه اللي كنعمل ديال السكسو. المهم انا شديت على الصفله، شديت على الطنجره وطابت لي الخضره وحليتها وعملت ديك القرع حمراء باش ما يجيش الفيديو طويل. حاولت ما كنقصر من الفيديو باش ما يجيش طويل. المهم بالنسبه للسكسو ديالي هذه التبخيره الثانيه اللي كنت عملت المغرفه ديال السمن والملحه والماء وخليته حتى نشف مزيان. ورجعت دخلت فيها ديك المغرفه ديال السمن وغادي نعمل له التبخيره الثانيه. صافي انا كنعمل عجوج التبخيرات. نتوما كما كتعرفوا اصلا السكسو الصراحه كيكون فيه نص طيبه، يعني ماشي كيكونش خضر ماره. وخص السكسو ديال البواكد. والسكسو الصراحه خصو دائما يكون ماركه مزيونه الا بغيتو عاوجيكم سكسو مزيون. المهم هو هذا السكسو ديالنا خوتي من بعد ما وجد. ما كنبغيش نشارك كلشي باش ما يجيش الفيديو طويل. دابا كيتسمى بخرت بالتبخيره الاولى والتبخيره الثانيه. دابا صافي دابا غادي نبدا نسقي. هنا عملت ديك السكسو ديالي في القصعه. نبقى نحط الخضره شويه بشويه. صراحه ديك الطنجره ما قدتنيش في الطياب وقلبتها من الطنجره هذه الكبيره. واخا ضربت جاتني الصعوبه بقيت خبزت حاجه خضره بخضره خضره بخضره، ولكن ما عندك ما تعمل حاجه مني كتجي بعيده ما عندك ما تعمل. المهم كنستفوا الخضره ديالنا الطريقه اللي بغيتو، تما عشوائي ولا ذوقوا ولا كيبقى القرار ديالكم نتوما على حسب الوقت. الا كان عندكم الوقت على حسب دابا المشكل دابا الحال بارد ما كدرك تغرف وتسقي وتا يكون سكسو برد فلهذا خصكم دغيا باش يبقى سكسو سخون. والسكسو هو سخون الصراحه. نعملو ديك من بعد ما استفنا ديك الخيزو والقرع واللفت. دابا غنحطوا الحيمات ديالنا. الحيمه نعملوها هي التحتانيه. عاد كنعملو فوق منها الخضره اخرى اللي باقا الكرومب والقرع حمراء. بالنسبه للخضره اللي ما كتعجبكمش مثلا القرع ولا الكرنب، الانسان بلاش ما يعمل غير الخضره اللي كتعجبو فقط، ماشي ضروري. بحال دابا انا صراحه ما كيعجبنيش اللفت، ما كنعملوش هذا اللفت هذا اللي شفتو هنايا. كتبقات واحد الحبه عندي في الثلاجه قلت ارا نعملها لان الراجل اللي كياكلو ما انا ما كنعملوش نهائيا، ما كيعجبنيش. ما كنقول له ما تجيبوش بلاش، ما بصح ما كيعجبناش ما كناكلوش. ما كنحاول ما نعملوش. كنعمل قرع خضراء قرع حمراء صراحه مزيونه. هاد القرعه حمراء هادي كانت عندي معسله. سمحوني ما دركتش نصور معكم الطريقه كيفاش عسلت القرع ولا البصله. الصراحه كتجي ممتازه واكثر من رائعه. كتجي هاد القرع معسله، كتجي بحال ديك بحال الزبيب والبصل معسلين هما عندي هنا عاوتاني في الطنجره. عملت غير شويه الصراحه، ما عملتش بزاف او كذلك الصراحه. المهم انا ديجا عندي في اليوتيوب الفيديو مصور بالزبيب والبصل السكسو ديالي انا. اللي بغى يرجع للقناه ويشوف الطريقه كيفاش نعملو. الصراحه السكسو ملي كتعمل له زبيب والبصل كيتنكل على السكسو ملي كيكون هكذاك، يعني بالخضره واللحم هادي. المهم على العموم هو السكسو كيتنكل. المهم اخوتي هو هذا السكسو ديالنا. كنتمنى نيال الاعجاب ديالكم وتجربوه. صراحه كيجي بنين بزاف وسهل في التحضير ديالو. المهم بلا كثره الوسخ ديال البلعه ديال القشعو هادي. لاننا كنعمل كلشي في طنجره وحده وكنتهنى وكنرتاح. احسن حاجه كتجي اما كل خضره بوحده والجعده واللحم بوحده. المهم كنتمنى خوتي نال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم وجمعه مباركه وشهيه طيبه.